كنت قاعد كده فاضي زي المعتاد، مفيش حاجة بعملها. مرة واحدة لقيت في سؤال نط في دماغي: هو ليه في سنة كبيسة؟ ليه في ناس مضطرة تعمل عيد ميلادها كل 4 سنين؟ احنا كل سنة بنزود ساعة وبنقصها تاني ومفيش حاجة بتحصل، وادينا عايشين. بس الموضوع طلع كبير بصراحة. يلا بينا نشوف مع بعض. في الأول عايزين نفهم ايه هي السنة الكبيسة وايه هي السنة العادية. السنة عامة هي المدة اللي بتحتاجها الأرض عشان تلف حوالين الشمس لفة واحدة، والمدة دي بتكون 365 يوم تقريبا. بس كل 4 سنين السنة بتبقى 366 يوم تقريبا برضو، وهي دي السنة الكبيسة. واليوم الزيادة ده بيروح لشهر فبراير اللي هو شهر 2، لأنه أقل شهر في عدد الأيام، 28 يوم بس. المدة اللي بتدور فيها الأرض حوالين الشمس اللي هي السنة يعني بنقسمها لأيام، شهور وأيام، عشان يكون سهل إننا نعرف إن السنة خلصت ودخلنا على السنة اللي بعدها. وإحنا برضو مش هينفع نقيس الزمن بحاجة تاني غير الشهور والأيام، بتبقى حاجة غريبة. يعني أنت مثلا لو قابلت واحد صاحبك وبتحكوا مع بعض في ذكريات زمان، وقلت له مثلا فاكر الربع اللي قبل الأخير من سنة 2018 لما رحنا اسكندرية، هيكون إيه رد فعله؟ هنتركها الخيال المشاهد. المهم، إحنا قلنا إن الأرض بتدور حوالين الشمس ب 365 يوم تقريبا. يعني لو حسبناها بالساعات هتبقى 365 يوم في 24 ساعة هتدينا 8760 ساعة. بس في الحقيقة هي مش 8760 ساعة، هي 8765 ساعة 48 دقيقة 46 ثانية عشان نكون دقيقين. يعني تقريبا 6 ساعات احنا مش واخدين بالنا منهم، بس هنعرف بيروح فين كمان شوية. علشان كده ما ينفعش نحسب دوران الأرض حوالين الشمس بالأيام، لأن اليوم هو دوران الأرض حوالين محورها، ده اللي بسبب الليل والنهار. وأثناء دوران الأرض حوالين محورها، لو أنت في الناحية اللي فيها الشمس هيكون عندك نهار، ولو أنت في الناحية التانية هيكون عندك ليل. فالموضوع ملوش علاقة خالص بدوران الأرض حوالين الشمس. خلينا نفهمها بمثال. أنت دلوقتي واقف فوق القمر بتلف حوالين نفسك، والقمر ده بيلف حوالين الأرض. فهل ينفع نعد عدد لفاتك حوالين نفسك عشان نحسب المدة اللي القمر بيدور فيها حوالين الأرض؟ الموضوع نسبي ومش دقيق. ما ممكن يكون في واحد تاني على القمر بيلف حوالين نفسه بسرعة مختلفة عن لفك انت حوالين نفسك. انت مثلا بتلف 1000 لفة عقبال ما القمر يلف حوالين الأرض لفة كاملة، بس اللي جنبك بيلف 1200 مرة. دلوقتي نحسب لفة القمر حوالين الأرض بعدد لفاتك انت ولا بعدد لفات الشخص التاني؟ انتم الاتنين اللف بتاعكم حوالين نفسكم ملوش علاقة بدوران القمر حوالين الأرض. يبقى دوران الأرض حوالين محورها ملوش علاقة بدوران الأرض حوالين الشمس. بناخدها بتشبيه أو حاجة نسبية. يعني انت مثلا ممكن تقول أنا هوصل للنقطة ألف في نفس الزمن اللي العربية دي هتوصل فيها للنقطة ب. الموضوع ملوش علاقة ببعضه، لكن هي حاجة نسبية. الحاجتين بعيد عن بعض خالص. لكن لو انت عايز تعرف المدة اللي انت خدتها عشان توصل للنقطة ألف، هتروح للعربية وتقول لها انت خدتي مدة قد ايه عقبال ما وصلت للنقطة ب. او انت ممكن تقول الطريق ده هياخد مني اغنية لأم كلثوم، وبكده هنعرف على طول ان الطريق طويل. بس برضه الاتنين مالهمش علاقة ببعض، او ليهم علاقة ببعض بس مش دقيقة. ال6 ساعات اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية، لو ما اهتمناش بيها خلال 30 سنة والاهتمام ما بيطلبش يعني، هتكون لنا اسبوع كامل. وخلال مئات السنين الفصول الأربعة هتيجي في مواعيد مختلفة عن المواعيد اللي احنا متعودين عليها. متقلقش، هنحل المشكلة. بس قبل ما نحل المشكلة يا عزيزي المشاهد، ما تنساش تروح تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. واهم حاجة لو عجبك الفيديو ما تنساش تدينا لايك. نرجع تاني عشان نحل المشكلة. المفروض نعمل ايه؟ يلا نشوف. هناخد 4 سنين متتالية ورا بعض، وهنعتبر ان السنة الواحدة 365 يوم و6 ساعات. بس في الحقيقة هي مش 6 ساعات، هي اقل من 6 ساعات بشوية، وهنشوف الموضوع ده كمان شوية. فاحنا هناخد ال6 ساعات دول لمدة 4 سنين ورا بعض، هنجمعهم على بعضيهم هيدينا 24 ساعة، يعني يوم كامل. وزي ما قلنا اليوم دوت بيروح لشهر فبراير، لأن الشهر ده بيكون أقل شهر في عدد الأيام. كده المشكلة اتحلت؟ ما اتحلتش لسه. احنا لو ضفنا يوم كل 4 سنين هيكون كتير، لأنه زي ما قلنا السنة بتكون 365 يوم و5 ساعات و48 دقيقة و46 ثانية، فهي مش 365 يوم و6 ساعات. في فرق 12 دقيقة. يا عم ما تخلصنا 12 دقيقة هتعمل ايه؟ ال 12 دقيقة دول مهمين جدا. كل 100 سنة هيدونا يوم كامل. مش هينفع نسكت على المهزلة دي. لما لقوا بيكون في يوم زيادة قالوا كل 100 سنة مش هنضيف يوم. فلو السنة الكبيسة كانت في بداية قرن يبقى مش هنضيف يوم. عندك مثلا سنة 1896 وسنة 1904 دول كانوا سنوات كبيسة وضفنا لهم يوم طبيعي. بس سنة 1900 مش سنة كبيسة، ما ضفناش يوم. احنا لو حسبناها وقلنا كل 4 سنين سنة كبيسة، المفروض سنة 1900 تبقى سنة كبيسة. بس بسبب القانون ده مش هتبقى سنة كبيسة. المشكلة اتحلت كده؟ لا لسه. الموضوع ده هيخلينا نخسر يوم كل 400 سنة،
احنا ما يرضوناش بصراحه اننا نخسر يوم. طب ايه الحل؟ الحل اننا هنضيف يوم كل 400 سنه عشان نعوض الخساره. يعني لو سنه اللي احنا فيها بدايه قرن بس بتقبل الاسم على 400 يبقى هنضيف لها يوم. يعني مثلا سنه 1900 ما ضفناش يوم، وعام 2200 مش هنضيف يوم، لكن سنه 2000 ضفنا يوم مع ان السنه دي بدايه قرن. بس اشمعنى؟ لانها بتقبل الاسم على 400. بس كده الموضوع لسه ما خلصش برضه، لاننا كده هنخسر يوم كل 8000 سنه. مش هينفع نسكت على المهزله دي. كفايه ماشي يا عم، كفايه. عرفت ليه بقى في سنه كبيسه؟ يا ريتني ما سالت، يا ريتني ما سالت. كده الفيديو خلص. روح حالا اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات الجايه. لو الفيديو عجبك ادينا احلى لايك. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.